بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده هقول لكم ازاي قدرت احول المكان ده للمكان ده. طبعا يعني هو مش هقدر اقول طبعا بتفاصيل التفاصيل، فاللي عايزين اي حاجه من الفيديو ده او بمعنى اصح اي مكان، اي اكتر مكان عجبكم قولولي انزل الفيديو بتاعه بتفاصيله. طبعا نزلنا الحيطه البالون دي قبل كده، فدي تقريبا هي الحاجه الوحيده اللي نزلت معاكم. دي بقى اشكال كتيرة. ده مكان السيشن اللي انا بقالي فترة كبيرة جدا كنت شغالة فيه، وقلت لكم عليه تقريبا حوالي قعدنا شغالين فيه شهر بسبب يعني حاجات بسيطة كده، فيعني هقول لكم عليها. استخدمنا فيه كمية ورد وبالون واستخدمنا كده تورتة الفوم اللي طبعا شافها معايا في اللايف الأخير. طلعت وعملتها كده معاكم كده أو تخطيف منها. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. الفيديو عبارة عن هقول لكم الأيام عبارة عن إيه أو الحاجات قبل وبعد والتفاصيل كلها. اللي عايز تفصيلة أي حاجة يقولي في الكومنتات وهنزلها لكم في فيديو منفصل لو حابين. يعني في مكان السيشن ده طبعا قلت لكم ان انا هعمل اوضه كده ليا، فعامله اوضه فيها 3 اشكال من الاستندات ورف كده صغنون. اول حاجه عملتها ده كان المكان قبل طبعا. قدرت ان انا احاول على قد ما اقدر اقيس المقاسات عشان اعرف كل مكان محتاجه له ايه. قدرنا ان احنا نخطط الاول، بعدين نزلنا جبنا الحاجه طبعا من القاهره من العتبه. ده هو احنا جبنا الورد، بس المكان اللي قدرت اصور فيه هو مكان الورد. زي ما عملت لكم في الفيديو اللي قبل كده اماكن بيع الخامات الورد، هو نفس المكان اللي انا بجيب منه واللي دايما بتسالوني عنه. لما بتبعتوا لي على انستجرام ببعت لكم اللينك بتاعه او ببعت لكم رقم الموبايل بتاعه، وهسيب لكم التفاصيل برضو في صندوق الوصف. كان عنده شوية حاجات حلوة جدا، ويعني قدرنا ان احنا الحمد لله يعني تقريبا جبنا من عنده كل حاجة كورد، والباقي بقى قدرنا ان احنا نلف. يعني جبت طبعا اللي هو الفوم المضغوط ده او اللي هو كان في كور كنت بدور عليها برضو جبتها من هناك من القاهرة. وطبعا اول حاجة عملتها معاكم هو الفيديو ده. استخدمت اللونين، الابيض كان فيديو والفوشيا، وبعدين استخدمت البيبي بلو، وبعدين زودت الاصفر وعملت معاكم الحيطة دي. طبعا دول كانوا اول حاجتين انا عملتها معاكم هناك في المكان. وبعدها بقى خلاص بقى ركننا حاجتي على جنب، بدأنا ان احنا نجيب عملنا اللي عملت الشكل ده او القفص ده حديد. تمام. طبعا بعت لي شحن. طبعا انتوا عارفين بقى خلاص انا بجيب حديد منين، واللي مش عارف يبعت لي برضو هقول له على التفاصيل وابعت له رقم واتساب. بدأت ان انا طبعا احط له ورد. جبنا ورد، الورد مع رغم ان احنا جايبين كميه كبيره جدا في الفوش ما كفاش، فهقول لكم ايه اللي حصل بعدين. عملت برواز خشب كده وبدأت ان انا اشد عليه القماش على قد ما اقدر، وعشان اغير يبقى مكان كده بحيث ان اللي يقف يتصور اكن ده كده كورنر. كل مكان بحس ان هو كورنر، حتى لو الحاجات دي كلها محطوطه في مكان واحد، فلا اللي هيتصور هي ممكن يقدر يتصور على الخلفيه اللي هي الحمراء، او يقدر يتصور على الخلفيه الصفراء. عايزه اقول لكم وانا بجيب الورد الاصفر ده، انا ما كنتش هعملها اصفر، كنت هعملها ازرق زهري. بس سبحان الله ما كانش موجود ساعتها الازرق الزهري، فلبست في الاصفر الحمد لله. طبعا هنا كنت اروح اجيب بقى الحاجات، كنت بصور لكم قد ايه ان الموضوع صعب وقد ايه احنا مفحوطين وبنلف اهو بالعيال تمام. بعد كده رجعنا بقى علشان نعمل القواعد بتاعه الكنبه. طبعا انتوا فاكرين الكنبه بتاعتي، وانا قلت لكم في الفيديو بتاع الكنبه ان دي هقول لكم عليها بعدين. هي بقى كانت عشان كده حته السفنكه الزياده دي كان عشان انجد بيها القفص ده. وحطيت طبعا اللي هو الفايبر، وجبت القماش الفرو ده جايباه من القاهره. ده طبعا الظهر بتاعه هوريه لكم دلوقتي عامل ازاي. يعني لازم كده افصل لكم كده شويه اللي حصل في اليوم بكوبايه نسكافيه. طبعا جبت اللي هي الجرايد دي، بدأنا نلزقها بدبل فيس علشان نعملها في الحيطه. ده المكان اللي ورا المكتب. طبعا جبنا برضو انا وميرنا، يعني جبنا اللي هو البلاطات دي عشان نلزقها، غيرت شكل المكان تماما، فهي رائعه بصراحه بلاطات الفوم دي. تمام. هنا كنا بنقول يا ميرنا هنعمل كده ازاي، وسبت ميرنا بصراحه هي اللي تفرغها. طبعا انا وميرنا شغالين بكل حب يعني في المكان.
وهنا كنت بحاول افطر اي حاجة صحية عشان تديني طاقة. كنت تقريبا يعني لما بزهق برضو بعمل لي واحد اخده معايا، علشان الواحد هناك كان بيتفحت حقيقي. الموضوع يبان ان هو سهل وان هو سريع، بس احنا كنا بنعمل كل حاجة بايدينا زي ما انتوا شايفين من الالف للياء. هنا بقى بواقي السفنج جمعتها وعملت بيها المرجحة دي، انتوا مش متخيلين يعني. وطبعا جبت السلك ده برضو، الحبل ده سوري، الحبل ده قطن من القاهرة. تمام، برضو دي من الحاجات اللي انا جبتها من القاهرة عشان نعمل مرجيحة دي. وجبنا برضو النجيلة من هناك. وطبعا تشوفوا بقى السحلات دي كده اكتر من سحلة مع بعض مع كذا يوم متواصل. تمام. طبعا المكان ده بتاع عبد الله اخويا، هو اللي صورني قبل كده في كذا حاجة وانا قلت لكم عنه، كلمتكم عنه كتير قوي. فاللي عايز بقى يتصور هسيب لكم اللينك بتاعه برقم الموبايل في صندوق الوصف. طبعا هنا كنت بوريكم القلم، فاكرين الفيديو بتاع القلم؟ اللي محتاج القلم برضو هقول لكم رقم واتساب تكلموه عليه عشان لو محتاجين القلم. هنا انا كنت شغاله، كنت بعمل فكره بتاعه اللي هي، انا بصراحه هنا كنت بعمل حاجه للاطفال شويه. طبعا شويه بريك يعني، عملت قهوه علشان اقدر اكمل. الواحد بيبقى خلاص اصلا يعمل حاجة وبعدين يريح من الصداع، وبعدين ريم تزن شوية، وبعدين نرجع نكمل شوية. فقولوا لي ايه اكتر حاجة عجبتكم في المكان، ايه اكتر كورنر بالنسبة لكم كان قريب ليكم وقريب لقلبكم وحابين انتوا تيجوا تتصوروا فيه. ده مكان برضو كده مرنا كانت عاملة الورق ده قبل كده، فقدرت ان انا اخده نحاول ان احنا نظبطه على الحيطة دي. هنا انا كنت بعمل حاجة زي الستارة عشان هتشوفوها بعد كده، عشان هعمل فيها كذا ديجراديه. وعملنا هنا عيد ميلاد ميرنا في المكان، كانت اول حاجة تتعمل واول ايفنت يتعمل، انا وهي قدرنا نعمله يعني، عملناه برضو بكل حب. طبعا هنا انا كنت عايزه اعمل بصراحه الكوشه بيبي بلو والورد مكفاش، فقلبت الموضوع تماما وجبت ورد تاني عشان اعمل ورد الاحمر ده. وهنا كنا بنحاول نداري البوكس، او غيرنا شكل البوكس ده اللي هو بتاع الكهرباء بكام وردية كده. عبد الله طلب مني ان انا اعمله بتاع بلاستيك عليه عشان الابيض ده ما يتبهدلش، وده حصل الحمد لله. طبعا النور السلك ده بعد ما عملنا كده والشجرة، لقينا الموضوع بقى لطيف جدا وشكله حلو قوي بصراحة كمان يعني، على الحقيقة يعني بصراحة الصور ضلموه. عملنا كمان جبنا قماش بني وقدرنا نعمله برضو الخلفية دي نقدر نستغلها في حاجات كتيرة جدا جنب شجرة الكريسماس. فكل سنة وانتم طيبين يعني على السنة الجديدة. وهنا قدرنا ان احنا برضو النور ده قدرت ان انا استغل الحتة الزيادة دي واحط اللي هو الفايبر علشان اعمل السحاب ده عشان يبقى كورنر الاطفال. دي كانت اوضتي قبل البهدله. كمان غيرت الكنبه دي، انا بتكلم بسرعه عشان احاول اشرح لكم اللي حصل. وطبعا البالين دي عملناها معاكم قبل كده. يا رب يكون الفيديو بجد عجبكم. وطبعا كل كورنر منهم على فكره هيتغير باذن الله كل فتره، متاح تصوير باسعار رمزيه جدا جدا يعني. عايزه اقول لكم طبعا ايجارات الحاجات بتاعتي دي بتبقى باسعار رمزيه برضو، بس في البلد نفسها. بصراحه ان انا اخرجها برا البلد دي بيبقى صعب شويه. ده كان بانر كده كنت عاملاه من فتره كبيره جدا، ان انا رجعت استغله تاني، حتى كانت الارقام اللي عليه كلها كانت قديمه واتقفلت. ده بقى المنظر بتاع اوضتي بعد ما خلصت. قولولي كده ايه اللي ناقص، او ايه ممكن نقدر نعمل افكار ايه تاني لو انتوا حابين فكره معينه نقدر نعملها. طبعا البالين كل حاجه هتتغير مع كل ايفنت او كل مناسبه في المكان. عبد الله بسم الله ما شاء الله من الناس اللي هي الشاطره جدا والمجتهده، وتقدروا تخشوا على الانستجرام، هنزل لكم اللينك بتاعه الانستجرام بتاعه في صندوق الوصف. خشوا اتفرجوا على الصور بتاعته، الصور اللي هو بيصورها العرايس والحاجات. فهو كان قادر ان هو يفتح مكان لنفسه، كان حابب ان هو يفتح مكان لنفسه يعني عشان يبقى للتصوير بدل ما بيصور في اماكن كتير بره. حلو قوي المناسبات حتى البسيطة، مش لازم يكون فرح او خطوبة حتى، بس بيبقى المناسبات البسيطة. واي فرح او خطوبة حتى يقدر يجي يتصوروا على الديكور بتاعي برضو يعني، هيبقى حلو قوي. طبعا انا متاح بعمل صواني شبكة، بعمل كل حاجة تتخيلوها يا جماعة هاند ميد. لو انتوا اول مرة تشوفوني انا مي الليسي. والمكان ده بتاع عبد الله الليسي اللي هو بودي فوتوغرافي. فاتمنى تكونوا انبسطتوا من الفيديو. احنا 3 اخوات بس يعني الحمد لله كل واحد فيه كده صفة مميزة.
او يعني موهبة الحمد لله ربنا يعني رزقنا ب3 مواهب ممكن يكونوا قريبين من بعض، بس يعني الحمد لله بنكمل بعض. ميرنا الحمد لله مجتهدة وبتساعدني في كل حاجة هاند ميد، وتقدر تعمل كمان احسن مني مليون مرة. وعبد الله برضو تصوير فن يعني. ده كان يوم الافتتاح، وبجد شكرا ليكم لو انتوا لسه مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي.